تعال نجرب مع بعض نشوف فور دي بتعمل ايه ان اكشن كده. نعمل زي ما عملنا على السلايد، ليت اي بتساوي 0 واي اصغر من وليكن 9، بعدين اي بلس بلس. نعمل ايه هنا بقى؟ تعال نعمل حاجه ملهاش لازمه وندوس F5. طيب هو هنا الكونسول ده ذكي بما فيه الكفايه، فبيقول لي كلمه هاي اتطبعت 9 مرات. طب تعال نجرب من السي ام دي بتاع الويندوز. انا هنا فاتح نفس اللوكيشن اللي احنا شغالين عليه، وهكتب نود سبيس index.js. الكود بتاعي اتعمل له رن، وهنا طبعا السي ام دي مش بنفس الذكاء بتاع الاي دي، فطبع لي عادي بشكل طبيعي جدا. طيب حركه ان انا اطبع هاي 9 مرات دي طبعا دي حركه ملهاش لازمه، بس دي اول تجربه لللوب. احنا عملنا لوب، احنا كتبنا السطر مره وتنفذ 9 مرات. طبعا انا بادئ معاك من 0 وبقول لك اي اصغر من 9، يعني اخر مره هيتنفذ عند اي بتساوي 8، فاي بتبدا من 0 ل 8، يعني في 9 قيم لاي. طب ليه انا بادئ بزيرو؟ والله انت لازم تتعود ان البدايه بتاعتنا دايما من 0. طيب خلينا نشيل هاي ونطبع قيمه اي على طول. في الحاله دي مش هيتكرر بالشكل ده طبعا، لان كل مره هتبقى اي ليها قيمه مختلفه، كل قيم اي. هنا بقى تبدا الميزه بتاعت فور. هعمل فور لوب على كود يتكرر، بس الكود ده فيه حاجه متغيره بتخلي كل اكسكيوشن للكود ده يطلع بحاجه جديده. باقي الكورس وكورسات تانية على موقع المنصة تقدر تشترك فيهم وتتعلم أصول المهنة.